الإسلام بالمستوى ده هو ذخيرة البشرية، هو ما تحتاج البشرية. في مستوى الاقتصاد للبشرية الاشتراكية فيه، في مستوى السياسة لها الديمقراطية. عندما تجد الديمقراطية والاشتراكية تنشأ كوليد بين الاثنين العدالة الاجتماعية، اللي هي تقارب الناس في الطبقات، تقارب الناس. لما يكون دخولنا قريب من بعض وفرصنا في الحياة في السياسة في السلطة قريب من بعض، نحن بنصبح قريبين من بعض، بنتزاوج مع بعض، بنتعاطف مع بعض، بنفهم بعض. ده تشريع للجماعة. يجي تشريع للفرد، وده الأساس. نحن عندنا في الإسلام أنت لا يمكن أن تبلغ الحرية بمجرد أنه في مجتمع راقي زي ما ظن ماركس. نحن اخترعنا المجتمع ليكون وسيلتنا بمعنى أنه يأمننا من الخوف في المدى الممكن، يأمننا من الخوف في المدى السياسي، ويأمننا من الخوف في المدى الاقتصادي. لكن في رواسب موروثة ورواسب مكتسبة فيما سمي قبل قليل في المحاضرة بالعقل الواعي والعقل الباطن. الإنسان عندما يضطر ليثبت رغائبه وشهواته، يطاع للقوانين ويطاع لأمر الآلهة في أول الأمر والإله الواحد في آخر الأمر، كبت أشياء كثيرة في صدره وانقسم بها في الداخل، أصبح مقسوم، أصبح بعض ضد بعض. وهي الحرب في الخارج هي في الحقيقة صورة للحرب في الداخل. الحرب في الخارج إذا أمناها بصورة المجتمع اللي يمكن أن يوصلنا أحسن توسيل لحريتنا، أصبح لابد من المجهود الفردي في أن تناقش الثرثرة الداخلية والقلق الداخلي والاعتواجات الداخلية لتستطيع بها أن تستقيم. هذا ما عنده غير التوحيد. وسيلة التوحيد في العبادة، وأرقى العبادة اللي بتوصل إلى حل المشكلة الداخلية الصلاة، لأن الصلاة كأنما هي جلسة نفسية بتلاقي فيها الله، تفضي له بمكنونات صدرك، تتوكل عليه وتعرف أنه هو خير مطلق، وأنه لا موجب للخوف هناك. يبتدي الخوف ينهزم، تبتدي البنية البشرية تتوحد، لأنه التوحيد ما فيه ضدية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. في التوحيد وفي حقائق الدين الله ما عنده عدو. في التشريع وفي ظاهر الأمر الله عنده عدو، لكن في حقيقة الأمر كل الخلائق طائعة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الفقه ده اللي فيه الخلائق كلها ماشية لله، نحن عايزين ندخل فيه لنعرف أن الالتواءات القديمة اللي حصلت هي نتيجة للجهل، نتيجة للخوف، نتيجة مباشرة للخوف. الخوف نتيجة للجهل. كل الرزايا الأخرى هي بنت الخوف. هنا حاجة البشرية إذن المعاصرة للدين بتقع في مستويين: في تنظيم الجماعة على اعتبار أنها مجتمع كوكبي مصيره واحد، مشاكله واحدة، رقعة الساكن فيها واحدة، تاريخه، أبوه وأمه واحد. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كل البشر منبثين بالصورة دي، لكن الجهالات والمخاوف اللي خلتنا كل واحد قابض في حلق الآخر ومستعد يقاتل باستمرار. عندما يتأمن الوضع ده ما حل المشكلة كلها. ده إعدادك أنت لتمارس بمجهودك الفردي الممارسة اللي بتنشئ بها العلاقة مع الله. العبادة هي محاولة لإنشاء العلاقة معه، التعامل معه. بالصورة دي يبقى حاجة المجتمع البشري في القرن العشرين للإسلام هي في الحقيقة حاجة لا بد منها، حاجة حياة أو موت، والناس ملجئين إلى أن يجوها. وده معنى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال وهو في الآخرة من الخاسرين. قدر ما يحاول حل مشكلته بغير الإسلام يكون خاسر ومهزوم
يصل للطريق المقفول ويجي راجع، وما من الله بد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لكن إذا نحن كنا أذكياء نستطيع أن نمارس قبل ما تبدأنا التجربة بالفشل. زي ما قلنا في حرب فيتنام، كان لو كان الناس أحكم مما كانوا بعد 10 سنين كان يمكن أن يجلسوا حول ترابيزة المفاوضات بدون ما يخوضوا الحرب في 10 سنين. لكن اقتضت الحكمة أن التجربة تكون وليدة للممارسة، الحكمة تكون وليدة للممارسة وللتجربة. لكن كل ما تقدم الذكاء البشري ليخطط ويوجه، كل ما أغنى الناس عن كثير من التكلفة وكثير من التضحية وكثير من الضياع. من أجل ده نحن المسلمين مطلوب مننا، نحن المسلمين مطلوب مننا أن نتقدم بالحل للمشكلة حتى يكون المجتمع البشري مجنب الضرورة للخوض في مسائل تعقب الخسران، وما نجي للحل إلا بعد ضحايا كثيرة. الدعوة الإسلامية الجديدة قايمة على أساس تقديم الإسلام كحل لتنظيم الجماعة في تشريعه، وكحل لمشكلة الفرد بمنهاجه. والإسلام لوضعه في أنه عنده شريعة للفرد وشريعة للجماعة في آن واحد، وبيضع الجماعة في مقام الوسيلة والفرد في مكان الغاية. بالصورة دي بيتوجه المجتمع لحل مشكلته بدون ما يخوض كثير من المتاعب التي يبذل فيها عرقه ودمه وجهده.